لا طبعا المستهدف الأساسي في سوريا هو تغيير النظام. تغيير النظام في سوريا، يعني تركيا تريد تغيير النظام في سوريا. وهذا ما فعله في البداية داود أوغلو عندما توجه إلى الرئيس الأسد وقال له بأنه انتهى الإحياء الشيعي وبدأ الإحياء السني، بمعنى أنه يجب على الدولة السورية وبالتحديد الرئيس الأسد أن يتخلى عن بعض صلاحياته لرئيس وزراء، وهذا الرئيس الوزراء أن يكون من الأخوان المسلمين، ليس سنيا يعني فقط ولكن من الأخوان المسلمين، وتكون له الصلاحيات التي جزء من الصلاحيات أو قسم كبير من الصلاحيات التي لدى رئيس الجمهورية السورية. بدأت هكذا بدأت تركيا بالتدخل، ولكن هذا التدخل كان تدخل سافر، يعني كان تدخل يعني في النظام، في قلب النظام يعني. ولكن كان يعني هناك أيضا تهيئة عسكرية، والدليل على أنه عندما تم يعني قبل أن يتم التدخل العسكري كانت تركيا قد هيأت يعني الخيم، وهيأت يعني بعض التحضيرات اللوجستية لاستقبال النازحين قبل أن يكون هناك نازحين في سوريا. هذا يعني أنه كان هناك خطة محكمة، بمعنى أنه إن لم يوافق الأسد بشكل يعني سلمي وبشكل سياسي، وهذا لم يكن متوقعا يعني أن يوافق الأسد بشكل سلمي، فإذا الحرب كانت حاضرة وأدوات الحرب كانت حاضرة أيضا. يعني لا ننسى بأنه أنقرة قالت للولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 عندما تم يعني الاجتياح الأمريكي للعراق والتدخل في العراق، بأنها إن كان هناك نية للولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك تقسيم في العراق، فهي أولى باسترجاع المناطق النفطية، منطقة كركوك والموصل ولا سيما كركوك، حيث لديها، هي تقول حيث لديها مواطنين تعتبرهم يعني أتراك وهم التركمان، وتقول أيضا بأنه هي تخلت عام 1926 عن الموصل يعني أثناء محادثات مع البريطانيين، وهي تريد استرجاعها بحال كان هناك تقسيم. من هنا يعني نرى كثيرا في الإعلام ما يقولون بأنه تركيا تريد يعني تريد استرداد واسترجاع يعني السلطنة، أمجاد السلطنة العثمانية باحتلال المناطق العربية. ولكن هناك ما يلفت النظر هو أن تركيا اعتبرت لفترة، لا سيما بعد احتلال العراق وبعد لا سيما احتلال العراق، اعتبرت بأنه العالم العربي أصبح ضعيفا، نحن نعلم الاحتلالات الإسرائيلية ومحاولتها التدخل عام 2010 لصالح يعني مرمرة مافي الأسطول عندما حاولت أن تفك الحصار عن الفلسطينيين. كان أول تدخل أو بالأحرى ثاني تدخل لها في القضايا العربية، وذلك لتقول بأنها هي مع فلسطين ولتقول أنها ضد التصرفات الإسرائيلية. وأيضا شاهدناها في مؤتمر دافوس كيف قام رجب طيب أردوغان وتهجم على شيمون بيريس عندما قال له بأنكم أنتم قتلة وإلى آخره. هذه كانت إرهاصات أو بالأحرى البدايات عندما بدأت تركيا التدخل في الشأن العربي، ونالت إعجابا كبيرا من الشعب العربي، باعتبار أنه كان ناقما على الدول العربية، لأن الدول العربية يعني الأنظمة العربية كانت يعني ضعيفة جدا، لا سيما في مطالبتها يعني بالدفاع فلنقل عن الفلسطينيين في وجه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. أعتقد بأنه يعني ما قامت به
قناة الجزيرة منذ 2010، أو بالأحرى منذ 2002، بعد أيلول، يعني بعد هجوم 11 أيلول 2001. والسياسة التي انتهجتها يعني الجزيرة القطرية انتهجت سياسة التصالح وهجوم وتصالح من جهة، ولعب على مسألة الإسلام السياسي، وأيضا في ظل الحوار الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية مع الإسلام السياسي حول الديمقراطية والإسلام. هل ممكن للإسلام أن يكون ديمقراطيا؟ في ظل كل هذه الأجواء جميعها هيأت لما يسمى الربيع العربي عام 2010 بدايته 2010 في تونس، ثم في مصر، وفيما بعد ما شهدناه في سوريا. هل نجح الربيع العربي؟ لا طبعا لم ينجح الربيع العربي، ولكن نجح في مسألة واحدة، في إحداث الفوضى في العالم العربي. تركيا أساسا لديها مشكلة أساسية، هي تقول أنه ليس لدينا مشكلة مع الأكراد، لأنه ليس هناك ما يسمى قضية كردية. يعني ينفي أردوغان وجود القضية الكردية، مع العلم بأنه يعني عندما بدأ بالمحادثات مع الأكراد في تركيا ومع حزب العمال الكردستاني عام 2007، بدأت المحادثات في السويد، وبدأت يعني الاجتماعات. لم تتم هذه الاجتماعات في الداخل التركي، لكن تمت خارج، ولكن برعاية أجنبية، برعاية أوروبية، وفيما بعد كانت برعاية أمريكية، من أجل قيام يعني هذه المحادثات كانت من أجل التصالح، من أجل أن يكون هناك مصالحة مع حزب العمال الكردستاني. نحن نعلم أن حزب العمال الكردستاني هو موجود يعني مقاتلي حزب العمال الكردستاني موجودون في جبال قنديل. فجرت هذه المحادثات بواسطة حكم فيدان الذي هو يعني مدير المخابرات. أحدثت هذه المحادثات مشكلة في الداخل التركي بين محمد فتح الله جولان وبين أردوغان، ولكن كان الهدف من هذه المحادثات بالنسبة إلى الأكراد وإلى حزب العمال الكردستاني أن يكون هناك مصالحة، وأن يكون هناك يعني اعتراف بحق الأكراد بممارسة الحياة السياسية، إطلاق سجين إمرلي أوجلان من سجنه في إمرلي، وبالتالي حقه في ممارسة السياسة، وحق أيضا الأكراد في ممارسة السياسة، لا سيما حزب العمال الكردستاني. لكن يبدو بأنه يعني رجب طيب أردوغان كانت لديه مشاريع مختلفة. ربما هو كان يساير الأوروبيين والأمريكيين، لأنه يعني بدأت المحادثات الفعلية فيما بعد، استمرت محادثات 2010 2011 2012 2014، ولكن عندما استطاع رجب أردوغان بعام 2014 أن يكون له حيثية أكبر، بمعنى أن يقصي عبد الله جل من السياسة ويدخل هو إلى رئاسة الجمهورية. في هذا الوقت يعني هذه المحادثات مع حزب العمال الكردستاني باءت بالفشل. لماذا؟ لأنه لم يكن هناك ثقة بين الطرفين، لأنه الأكراد ولا سيما حزب العمال الكردستاني، يعني لما نقول أكراد محادثات هذا يعني حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني كان يعتقد بأنه المقاتلين الذين يعيشون في جبال قنديل لهم الحق بأن يعودوا إلى تركيا وأن يمارسوا العمل السياسي، ومع إطلاق أوجلان من السجن. ولكن رجب طيب أردوغان كانت لديه شروط. الشرط الأساسي هو أن لا نفي هؤلاء، يعني هؤلاء يعني يلقون أسلحتهم، ولكن ولا يعودون إلى تركيا، ولا يمارسون السياسة، ولا يعودون
إلى تركيا. هذا يعني أن يستسلموا وأن يذهبوا إلى أوروبا، يعني أن يتم نفيهم. أما بمسألة العراق، يعني هل العراق يسمح بضرب جبال قنديل؟ أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية أعطته أكثر من مرة ضوء أخضر. الولايات المتحدة الأمريكية تعد الأكراد في سوريا بأنها سوف يعني تعطيهم حكما ذاتيا، ونفس الوقت مع العلم بأنه معظم الأكراد في سوريا هم من يعني فلنقل لن نقول أنهم من يعني هم يؤمنون بأفكار أوجلان، فبالتالي هم أقرب إلى حزب العمال الكردستاني فكريا من قربهم إلى البرزاني. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تعدهم بأن يكون هناك حكما ذاتيا في سوريا، وفي نفس الوقت تسمح لرجب طيب أردوغان بضرب جبال قنديل، كما جرى أيضا في عفرين، وكما جرى في منبج وكل المناطق الكردية، عندما قالت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير معنية بعفرين. ماذا يعني؟ بأنها لا تمون هي على عفرين، بل أن من هو موجود في عفرين هم الروس. يعني رأينا كيف أن هذه التناقضات بين الروس وبين الأمريكيين جرى اللعب عليها من أجل مصالح رجب طيب أردوغان في الهجوم على منطقة عفرين. فلذلك يعني ليس هناك وضوحا في السياسة الدولية ولا سيما السياسة الأمريكية، لأنه نحن نعلم أن الأمريكيين يقومون يعني ما يقومون به هو لمصالحهم. هم ماذا يريدون من العراق؟ هم يريدون تثبيت وجودهم في العراق، وهناك صراع في العراق بينهم وبين الإيرانيين، وبالتالي الوجود الكردي ما بين يعني في المناطق المحاذية للعراق تمنع هذا التواصل بين سوريا وبين العراق، وبالتالي بين حزب وبين لبنان بمعنى حزب الله حزب الله. فبالتالي يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وجودها في العراق أساسي بالنسبة إليها، لأنها تعتبر أنه وجود استراتيجي، ليس فقط لأنه ضد إيران، ولكن هي تعتبر ليس ضد إيران وحلفاء إيران بمعنى امتدادات إيران في هذه المنطقة، ولكن هي تعتبر أيضا بأنه وجودها استراتيجي هو لأن هذه المنطقة يعني منطقة العراق هي عقدة، أي عقدة تصل يعني تصل إيران بسوريا، وتصل سوريا بلبنان، وبالتالي لبنان يعني مما يغلق الباب على إسرائيل من جهة، يعني على الحرب ضد إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى هي تعتبر هذا الوجود استراتيجي، لأنه هناك النفط في الثروة الغازية النفطية في إيران والثروة الغازية النفطية في العراق، وطبعا هناك مصالح الصين، لأنه تعتبر بأنه هذه المنطقة تستفيد منها الصين في العلاقات وفي الثروة يعني في استيراد النفط وإلى آخره. فإذا المشكلة ليست مشكلة أقليات أو مشكلة حقوق إلى آخره، ولكن هي مشكلة مصالح. إن كان من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية التخلي عن الأكراد، فهي تتخلى عنهم لمصلحة رجب طيب أردوغان، لأنه هو حليفها الاستراتيجي الأساسي. صحيح أنه يقف اليوم يعني إلى جانب الإيرانيين وإلى جانب الروس في أستانا، ولكن هذا ما تدعوه أيضا المصالح، ولكن هو يتقاطع مع الأمريكيين كما هو يتقاطع في بعض المصالح مع الروس. ولا ننسى بأن تركيا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية هي استراتيجية، وهي في صراعها بين الأكراد ومع الأتراك. كانت تفضل أن يكون هناك تحالفا كرديا تركيا،
وذلك يريحها في مشاريعها. ولكن لا ننسى بأنه الأتراك لا يعني القومية التركية تأبى أن يكون هناك اعترافا بحقوق الأكراد أو أن يكون هناك بالنسبة إليها قضية كردية. لذلك نرى رجب طيب أردوغان ينفي أن يكون هناك قضية كردية، وطبعا هو يستنجد بالقوميين في الداخل. ونحن نعلم كيف أن هذه المسألة هي مسألة قومية في الدرجة الأولى ووطنية في الدرجة الثانية بالنسبة إلى الأتراك، لأنهم يعتبرون أن إعطاء الأتراك حيزا سياسيا حكما ذاتيا هو ضد وجود تركيا الموحدة. لذلك هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تعي تماما أنه تركيا لن تقبل بأن يكون هناك يعني إعطاء للأكراد إعطائهم حكما ذاتيا في الداخل التركي أو في سوريا. ولكن يعني لذلك هذه السياسة التي ينتهجها رجب طيب أردوغان هي بمعنى منفصلة. يعني الربيع العربي والتدخل في الشؤون العربية هذه مسألة، والمسألة الكردية بالنسبة إليه مسألة حيوية، وهي مسألة لا يفاوض يعني لا يمكنه أن يفاوض عليها، ليس لأنه هو لا يريد فقط، ولكن لأن هناك في تركيا هناك محرمات وحكما ذاتيا كرديا هو من المحرمات بالنسبة إلى القومية التركية. يعني تركيا كانت واضحة، قالت بأنها قبل أن تتدخل في تركيا لأنها وجدت في خطة التواجد يعني هي خططت للتواجد في ليبيا، ولكن قبل هذا لا ننسى أنها منذ سنتين لغاية اليوم وهي تحاول أن تقول أن لها حقوقا في المتوسط، وهذه الحقوق هي تريد أن يعني أن تسير يعني الفرقطات وتسير وتحاول أن يعني أن تستخرج النفط. وعندما بدأت بهذه المسألة لا ننسى بأنه يعني قبرص اليونانية رفضت لأن تركيا تعتبر بأنه لديها حقوق في قبرص التركية. ونحن ننسى أن هذا الخلاف هو من سنة 1974 ولم يحل، حتى أن كوفي أنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة حاول أن يقوم بوساطة وأن يتم الاعتراف من يعني التركي يعني قبرص التركية واليونانية، ولكن يعني كان هناك تعنت من قبل قبرص اليونانية بالاعتراف بسيادة أو بحق قبرص يعني بحقوق قبرص التركية. ونعي تماما بأنه تركيا تقف إلى جانب قبرص التركية، ولكن أيضا مصلحيا لأنها تعتبر أن هناك نفط وهناك غاز، وهي ممكن أن تستفيد من هذا النفط والغاز. هذا من جهة. من جهة ثانية هي تريد أن تكون شريكا في هذه الثروة. هلا وجدت لها حلا، وذلك عبر حكومة الوفاق التي هي إسلامية. فطبعا رجب طيب أردوغان يستعمل إسلاميته في مصالحه، فبالتالي هو عقد اتفاقا مع حكومة الوفاق في حربها مع خليفة حفتر. نحن نعلم بأن ليبيا منذ يعني منذ الربيع العربي ومنذ قتل القذافي نحن نعلم بأنه ليبيا خضعت لمشكلات كبيرة بين القبائل، وأيضا هناك فوضى كبيرة فيها. ونعلم أيضا بأنه هناك انقسام بين خليفة حفتر الذي هو يعتبر حاله رئيس الجيش الوطني وبين حكومة الوفاق التي أتت واعترفت بها الأمم المتحدة عبر اتفاق الصخيرات. فلذلك هو ذهب إلى هذه الجهة
وعقد معها اتفاقات. هذه الاتفاقات، موجب هذه الاتفاقات تسترجع تركيا كل الاستثمارات التي كانت لديها في زمن القذافي، لأننا نعتبر أنها في زمن القذافي كان لها يعني كان هناك حيثية كبيرة اقتصادية، وهناك رجال أعمال، وهناك أيضا استثمارات تركية في داخل ليبيا، وهناك حركة إعمار كانت تتكئ على يعني على الأتراك، فبالتالي كان هناك استثمارات تفوق 60 مليار دولار. فلذلك هو يريد أن يسترجع هذا المكان، هذه المكانة في ليبيا. هذا عدا عن أنه يمكن أن نستفيد أيضا من النفط والغاز الليبي، وعدا أيضا بأنه قال بأن لديه بأن هناك ممرا بحريا من تركيا إلى ليبيا. يعني سوريا تعتبر فرنسا بأنه المصالح التركية في سوريا أيضا تقف بوجه المصالح الفرنسية في سوريا، ليس فقط مسألة الكردية، وإن أيضا نعلم أنه تاريخيا لفرنسا مصالح في سوريا. فإذا هذا الصراع هو صراع بين طرفي الناتو، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم رجب طيب أردوغان لاستكمال هذه المعارك، ولكن تدعمه من أجل أن يكون هناك، أن يقف بوجه روسيا وبوجه التمدد الروسي في ليبيا. هل ينجح؟ هنا السؤال. لا أعتقد بأنه السيسي عندما وضع بعض المبادئ لإنهاء الحرب في ليبيا، هو تم هذا الأمر طبعا بإعاز من فرنسا، وأيضا حتى أن روسيا قالت بأنه يمكن أن يتم إقصاء خليفة حفتر، وقالت أنه يمكن أن يكون رئيس مجلس النواب عقيل صالح هو من يفاوض الأتراك. واعتقدت روسيا بأنه عقيل صالح هو من سيفاوض حكومة الوفاق الوطني. يبدو بأنه فرنسا لم تقبل بهذا الحل، ويبدو أيضا بأنه رجب طيب أردوغان قال بأنه سيستمر في هذه الحرب. ولكن مصر عندما قالت بأنه يجب إيقاف الحرب وإلا ممكن أن تتدخل عسكريا، لأنها تعتبر بأن ليبيا هي حديقتها الخلفية، ولن تسمح لقوات أجنبية بأن تحتل ليبيا. هذا يعني بأنه نحن نعلم بأنه ترامب وقف أيضا إلى جانب هذه المقررات، وقال بأنه يدعم هذه المقررات. هذا يعني بأنه عندما تهدد مصر بالتدخل، هذا يعني بأنه ممكن أن يكون هناك حرب بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. يعني مصر حليفة الولايات المتحدة الأمريكية، وهي حليفة الناتو أيضا، وبين تركيا التي هي أيضا حليفة الناتو، وأيضا هي حليفة الولايات المتحدة، حليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك أعتقد بأنه هذا التدخل، أو بالأحرى هذا الإعلان، لأنه نحن نعلم بأنه مصر كانت تدعم خليفة حفتر، ولكن هذا الإعلان هو إعلان لإيقاف الحرب، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك محاولة لإيقاف هذه الحرب.